لا مش داخله. لا ادخلي لي. مش داخله. ادخلي. انا عيانه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عيانه. انا جعانه. وانا عيانه. انا جعانه، انا مالي. وانا عيانه. ايه ده؟ انتي فكيتي الحاجات دي من امتى؟ كوكا انتي لحقتي طلعتيها كده امتى؟ يا ماما طلعتها من بالليل. وانا نايمه؟ يا رب انا عيانه، انا اخده برد. هتاكليني سمك؟ سمك ماشي حتى. بلاش السهوكه دي. انا عايزه. عايزه ايه؟ كده. انتي عايزه شوربه سي فود وعايزه جمبري وعايزه صبيط وعايزه سمك؟ بصي انا عايزه كل ده يتعمل في يوم واحد على اذنك. اطلعي بره. بره بره. يلا اطلعي بره يلا، انا زهقت منكم اصلا. انا هسيب البيت وامشي بسببكم. يلا بره بره. طب انا جعانه. بره بره. بره. ايه ده؟ الحقوني يا ناس، انا مخطوفه. مبسوطه؟ شوربه السي فود بحب والرز الصياديه. قولي لي بقى، انتي منوفيايه على اصل ابوكي، انا اسماعيلويه، بتحبي السمك ليه؟ على فكره انا اسماعيلويه برضه. انتي اتولدتي في اسماعيليه، ماشي خلاص كده مش اسماعيلويه. يبقى تحبي السمك؟ لا مش سواحليه برضو. هي كده يا احمد تبقى سواحليه؟ طبعا. ايه؟ مولودة هناك في مصر اسمها. خلاص ما دام مولوده هناك وابوكي قال تبقي سواحليه يبقى سواحليه. مش انت كنت وانت ايه؟ منوفي. انا سحلاوي. سحلاوي؟ ده مولود في المستقبل. لا ده مولود في القاهره. انت مولوده من سوق الجمعه. سوق الجمعه. عايده كلهم اتفقوا عليا ان انا اعمل سمك واعمل شوربه سي فود واعمل جمبري واعمل سبيط. فانا هعمل معاكم تتبيله السمك اللي هنقليه والجمبري والسبيط، وهعمل معاكم شوربه السي فود بطريقه الاسماعيلويه. اول حاجه هنجيب الكبه. تتبيله السمك دي فيها تركات حلوه قوي هتحبيها. هجيب راس توم، وعندي فلفل رومي قطعت الديل بتاعها وغسلتها كويس جدا، وعندي هنا زي ما انتم شايفين فلفل سبايسي. لو انت عايزه تستغني عنه استغني عنه، بس انا بيعشقوا عندي السبايسي، فانا حطيت حبه وهشيل حبه منهم. وعندي هنا بقدونس. البقدونس بيخلي الخلطه في حته تانية خالص. وعايزه اقولك بقى لما تضيفي توم باودر وبصل باودر هيخليها جبارة بجد جبارة. عندي هنا كمون، وهحط ملح ومعلقة كمون كبيرة، وهحط كزبرة ناشفة وزي ما قلت لكم هحط توم باودر، وهنزل ببصل باودر في التتبيل. هعصر ليمونتين كبار، وهاخد بقى الخلطة دي كلها بالتوابل اللي احنا حطيناها وهضربهم كويس في الكبة. وبعد ما اضربهم هنيجي بقى نتبل السمك اللي اتغسل. ناخد معلقه كبيره من الخلطه عشان نحطها على السبيط. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها بجد خطيره يا بنات. هاخد معلقه كبيره احطها على السبيط نتبل السبيط، وهاخد معلقه احطها على الجمبري اللي هيتقلي، وهتبل معاكم السمك المقلي. طبعا شوربه السي فود ما بيتحطلهاش تتبيله، عشان لو اتحط لها تتبيله هتغمق منك ومش هتبقى اللون الابيض الكريمي اللي بتشوفيه في المطاعم. انا بعمل شوربه السي فود زي بتاعه المطاعم، بل بالعكس انا بتفوق على المطاعم كمان، لاني بصرف عليها توابل وخامات فبتطلع اطعم بكتير. فانتي هيفوتك كتير لو ما شفتيش شوربه السي فود دلوقتي وانا بعملها. هتبل حله وهتجيبي فيها شويه زيت صغيرين، وتحطي معلقه توم، وهتحطي قرن فلفل سبايسي وشوحيهم كده تاخد تتبيله بس التومه اوعي تصفريها. وهنزل بالسي فود المشكل بعد ما اتغسل وفص مستكه. هحط رشه كمون ورشه ملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود وكزبره ناشفه، وهي دي التوابل اللي هحطها، وكمان رشه حبهان لو حبيتي. وشوحي التوابل بشوربه السي فود كده شويه في التومه وشويه الزيت اللي احنا حاطينهم، وممكن تبدلي الزيت بمعلقه زبده لو حبيتي. هغطيهم ينزلوا السوائل. نزلت سوائلها هنزل بكوبايه ميه كبيره. اوعي تزودي ميه عشان ما نزودش فيها الشوربه وتبقى شوربه مركزه فيها كل فوائد السي فود. هتاخد غلوه بكوبايه الميه. هننزل بمعلقه كبيره من الكريمه اللباني ونقلبها، وبعد ما تاخد معلقه الكريمه اللباني هتاخد غلوه واحده بس وهنقفل عليها، واشربي احلى شوربه سي فود مركزه. عارفه لو كترتي الميه النكهه بتاعه الجمبري والسي فود هتبقى مش موجوده، فالافضل ان انت تحطي كوبايه ميه ومعلقه كريمه لباني واشربي بقى شويه شوربه مركزه جباره.
بدرت كده السمك وبدرت كمان السبيط وبدرت الجمبري. هروح اجيب طاسه واحط فيها زيت غزير عشان يسخن قوي، وننزل بالسبيط. هحمر اول حاجه الجمبري، سوري. حمرت الجمبري اول حاجه، وبعد كده هحمر السبيط، وبعد كده هحمر السمك. وعقبال بقى محمر كل الحاجات دي، طبعا كلنا بنحمر سمك وسبيط، مش محتاجه ان انا اعملها معاكم، بس انا حبيت اوريكم. والحاجه نازله على الزيت سخن. هعمل معاكم بقى طشة السمك، ومش كل الناس هتعرف الطشة دي، السواحلية بس هم اللي هيعرفوا طشة السمك اللي انا هعملها دي بالخل والثوم. بعد ما بنحمر السمك في الزيت السخن بنعملها طاسة، وهنحط فيها شوية زيت صغيرين، وهحط فيها معلقة تومة كبيرة أو راس توم صغيرة مفرومة. وشوحي لي بقى التومة في الزيت كويس جدا لحد ما تصفر. هتصفر هننزل بشوية خل محترمين، نص كوباية خل أو كوباية خل محترمة، وهحط شوية ملح. وانزلي لي بقى بالسمك المقلي على طشة التوم والخل. رهيبة السواحلية بس اللي هيعرفوا الخلطة دي، مش كل الناس اللي هتعرفها. بتوع القاهرة أو بتوع المحافظات اللي مش سواحلية مش هيعرفوا الخلطة دي. شوربة السي فود بحب والرز الصيادية. قولي لي بقى، انتي منوفياية على أصل أبوكي، أنا اسماعيلوية، بتحبي السمك ليه؟ على فكرة أنا اسماعيلوية برضه. انتي اتولدتي في اسماعيلية، ماشي خلاص كده أنا اسماعيلوية. يبقى تحبي السمك؟ لا مش سواحلية برضو، هي كده يا أحمد تبقى سواحلية؟ اه طبعا. إيه؟ مولودة هناك في مصر اسمها خلاص ما دام مولودة هناك وأبوكي قال تبقي سواحلية يبقى سواحلية. مش انتي كنت وانت ايه؟ سواحلية؟ من هوفي. أنا سحلاوي. سحلاوي؟ ده مولود في المستقبل. لا ده مولود في القاهرة. انتي مولودة من سوق الجمعة. سوق الجمعة. عملت لهم الاكل اللي هم بيحبوه، عملت بقى شوربه سي فود، وعملت الرز الصياديه الاسماعيلاوي، والسمك المقلي ده بالطشه محدش هيعرفه غير السواحليه. انا واثقه ان كل السواحليه هيقولوا السمك اللي بالطشه ده ليهم حاجه تانية غير اي سمك مقلي. حطيت لهم بقى العصير وشوربه السي فود والجمبري والسبيت. عايزه اوريكم السبيت كده، ايه رايك يا برديس في السبيت؟ ممكن اخد واحدة؟ ايه؟ اخد واحدة. خدي واحده. وانا عايزة اخد واحدة جنب. خد واحده جمبري. بصوا السبيت، بصوا القشره بتاعته ما وقعتش ازاي. تحفه. ايه رايك في السبيت ولا شوربه السي فود؟